بالنسبة للمصادر البديلة للوقود الأحفوري مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي، ما مدى استخدام مصر مثل هذه الموارد؟ الطاقة الجديدة والمتجددة هما بيفرقوا دايما ما بين الطاقة الجديدة والمتجددة على أساس إن طاقة استخدام المساقط المائية بيسموها طاقة جديدة، ودي منها طبعا السد العالي وخزان أسوان وأنواط الإسنا وهلم جرى. احنا عادة في مصر حاليا المتبقي من استخدام مساقط المياه أصبح محدود جدا ويمكن غير اقتصادي. لكن احنا كده بالنسبة لجزء المياه، جزء الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الحيوية وهلم جرى. الرياح أنا شايف إن في مناطق كتير جدا ممكن تكون سياحية كويسة وإحنا بناخدها علشان طاقة الرياح. فأنا شايف الزعفرانة دي منطقة على خليج السويس ومنطقة واعدة في السياحة وواخد مساحات ضخمة جدا عشان المرأة هي محتاجة كده. طيب ما هو في دول أوروبا حلوا المشكلة دي إن هو عمل المراوح في المية. فأنا ممكن إذا كنت عاوز أتوسع في طاقة الرياح وفي منطقة الزعفرانة بالتحديد أنزل المية، أعمل المراوح بتاعتي في المية بحيث إن أنا أسيب الأرض للناس اللي عاوزة تشتغل سياحة. طبعا هو في العوينات أيضا من المناطق الواعدة بالنسبة لطاقة الرياح، لكن ليها مشاكل فنية لابد من حلها الأول يعني. فطاقة الرياح الحمد لله أدينا ماشيين، ولو إن دي كلها أنت بتتكلم في إيه في يعني مثلا عاوز أقول إيه 1% من الطاقة المولدة في مصر، يعني مش حاجة ضخمة أوي يعني. الطاقة الشمسية ما زالت مكلفة جدا إذا كنت هستخدمها لتوليد الكهرباء. إذا كنت هستخدمها كطاقة حرارية مباشرة زي السخانات الشمسية فطبعا ده شيء وارد وشيء كويس جدا، ويا ريت يبقى فيه شبه إلزام للمباني الجديدة إن كلها تركب سخانات شمسية. والسخانات الشمسية بتبقى يعني ممكن تكون مكلفة في الأول، لكن على المدى الطويل ما فيش استهلاك كهرباء ولا استهلاك حاجة زي دي، فهي يعني موفرة. فالطاقة الشمسية أنا شفت مناطق زي قبرص كل بيت فوق منه طاقة شمسية، سخان شمسي يعني. ده بالنسبة لاستخدام الطاقة الشمسية. لما استخدام الطاقة الشمسية لتوليد طاقة كهربائية بيفكروا يعملوا محطة، بس دي غالية جدا. بعد كده الوقود الحيوي أو الطاقة الحيوية. الطاقة الحيوية طبعا احنا في مصر عندنا كميات مخلفات زراعية وحيوانية ضخمة جدا جدا، نتكلم على 150 مليون طن، لكن مع الأسف إن هي موزعة داخل كل قرية وداخل كل بيت، فمشكلتها التجميع. لو أنا هعمل حاجة كبيرة وعاوز أجمع، التجميع مكلف أكتر من ثمن الطاقة. لكن لو أنا هعمل زي الهند ما بتعمل وحدات صغيرة جدا جوه كل جزء من قرية فيه محطة كهرباء صغيرة تستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية. ده لازم نستفيد من تجربة الهند في هذا الموضوع، ويبقى كده ده هيوفر لي كتير. لكن بصفة عامة الطاقة الجديدة والمتجددة كانوا قبل كده قالوا هيوصلوها 8% من إجمالي الطاقة، وأنا أعتقد إن هي مش هتزيد عن 3% بأي حال من الأحوال. مؤتمر القلة المندسة ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيب. شكرا لحضورك مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل.